امتى اشتري وامتى ابيع العقار. تشتري في الشتاء. ليه في الشتاء؟ لان الشتاء بيبقى فيه ركود شويه، فانت المفروض بتشتري مش في وقت الذروه، انت بتشتري لما يبقى في وقت الطلب على العقار قليل، فتقدر تاخد خصومات كويسه، تقدر تاخد اسعار مميزه. وبالتالي لما تحب تبيع فانت هتبيع في موسم الصيف وما تبيعش في الشتاء، لان في الشتاء هتضطر انك تنزل السعر جامد. طيب اخاف من ايه في موضوع اني اشتري عقار او ابيعه؟ في يعني في حاجه اسمها فقاعه عقاريه او في مضاربه في سوق العقارات. انت لازم تدرس كويس هتشتري ايه وامتى وايه الوقت المناسب. فنفتكر القصه الشهيره كان في 2009 2010 البابل اللي حصلت في احد الدول الشقيقه الخليجيه. انا اتذكر في الوقت دوت كان الاوضه وصاله مثلا تتباع، كان اسعارها على افتراض نقول انا اتذكر ان هي كانت مثلا 190,000 190,000 جنيه وليكن، يعني هو كان بالدولار 30,000 دولار. كنت تيجي تسأل بعد 3 4 شهور الأوضة وصالة اللي هو ب 30,000 دولار كنت تلاقيهم بلا مبالغة بقى وصلوا 62 و 65,000 دولار. ما كملناش فترة قليلة جدا، كمان سنة الأسعار بقت الضعف 3 مرات. هل ده زيادة طبيعية؟ لا طبعا مش زيادة طبيعية. زيادة طبيعية في سوق العقارات من 5 ل 12% لو في استقرار، يعني مفيش هبوط في العملة. لما تلاقي ان الزيادة كده مضطردة وبأرقام فلكية دي بابل. خلي بالك، ادرس كويس، راجع، شوف ايه اللي موجود. انت ال الاستثمار في العقار هو اكبر استثمار انت بتعمله في حياتك، فلازم تشوف وتدرس السوق كويس وتدور شوية عشان ما تخسرش. انت مش كل يوم بتشتري بيت، انت بتشتريه مرة واحدة. فانت دو يور هوم ورك ودور كويس عشان ما تخسرش شقة عمرك كله في فترة قليلة.